لكني لم أجب بشيء. وخرجت بخطوات سريعة من ذلك السوق المليء بالفتنة، وركبت سيارتي، ولم أنتظر قدوم نمن، بل قلت للسائق: خذني إلى البيت. وطوال الطريق كنت أعيش في قلق واضطراب، ولم أشعر بالراحة لحظة واحدة. وحتى بعد وصولي إلى المنزل بقي القلق مسيطراً علي، ولم أدخل غرفة أي واحدة من زوجاتي ذلك اليوم، بل جلست في غرفة الجلوس أدخن السجائر. ومضى نصف الليل وازدادت العقدة في صدري، فجاءت زوجتي الأولى وقالت: علي، ما الأمر، لم تنم؟ نظرت إليها نظرة واحدة وهززت رأسي نفياً، فجلست بقربي وقالت: ما مشكلتك اليوم؟ نظرت إليها وهي التي عاشت معي 25 سنة وكانت مريضة، فأمسكت بيدها وسألتها عن صحتها، فقالت: لم يعد لدي أمل في النجاة، فالورم في بطني قد تحول إلى سرطان، وكنت أعلم أنها لم يبق لها سوى أشهر قليلة، لذلك صرت أقضي معظم وقتي معها. وضعت رأسها على كتفي فاحتضنتها وقلت لها: أفكر أن آخذك إلى لندن للعلاج. فقالت: لا فائدة من ذلك، فالوقت قد فات، ولي أمنية واحدة فقط: طلقني وتزوج. نظرت إليها بدهشة، فبدأت تبكي وقالت: سأبقى في غرفة في هذا البيت، لكني أريد أن أرى طفلك قبل أن أموت. وعندها دار أمام عيني وجه حسين، فقلت لها: لا أستطيع أن أحملك هذا الألم الكبير، وقد جلبت لك الضرائر من قبل، لعل هذا المرض قد أنهكك. فقالت: ليس الأمر كذلك، كنت أظن أنك سترزق بالولد، لكني لم أكن أعلم أن سيدي نظر إلى باقي زوجاته بالطريقة نفسها. ثم بكت، فقلت لها: لا تفكري هكذا، ربما لم تكتب لي ذرية أصلا. فقالت: لقد تزوجت دائما من نساء ضعيفات لتكسب رضا الله، فلماذا هربت تلك الليلة من هذا العمل؟ صدمتني كلماتها وقلت: من أخبرك؟ تنهدت وقالت: دع هذا وأجبني. فقلت: إن قلبي لم يطاوعني، لأنها كانت صغيرة جدا، رأيتها فأشفقت عليها، كيف يؤخذ من فتاة بهذا العمر هذا العمل القذر؟ لذلك عدت، فهؤلاء الفتيات لم يكن فوق 18، كن جميلات جدا لكن صغيرات في السن، ولو أنجبت بعد زواجي ابنة لكنت أحببتها أكثر منهن. فقالت زوجتي: تزوجها. فقلت: هل أنت في وعيك؟ كيف لرجل متزوج أن يتزوج أخرى؟ ثم إنها صغيرة جدا وقد شعرت بالخجل وأنا أقترب منها. فقالت: ربما إن أنقذتها من ذلك المكان رزقك الله ذرية صالحة. فصمت وبقيت أياما أفكر في الأمر، ثم قررت أن أخرجها من ذلك الجو، فذهبت في اليوم التالي إلى ذلك البيت، وكانت نيتي إنقاذها. وضعت شيكا ب100 مليون في يد تلك المرأة، فكانت تنظر إلي ثم إلى الشيك وتسأل: لماذا هذا المبلغ الكبير؟ فقلت: أريد الزواج من حسين، وبعد ذلك لا يكون لها أي علاقة بهذا المكان. وكانت امرأة جشعة، فوافقت فورا، وطلقت زوجتي الأولى كما أرادت، وكانت تعيش في غرفة في أحد أركان البيت. لم أكن أذهب إليها، لكني كنت أحرص على تلبية كل احتياجاتها. وبعد أيام قليلة عقدت قراني على حسين، وأحضرتها إلى بيتي، فنظرت إلى قصري بدهشة وقالت: يا علي، كل هذا لك؟ أنت غني جدا، وقد اشتريت لي أشياء كثيرة، وكنت أكبر منها بكثير. فشعرت بشيء غريب لأنني لست أباها بل زوجها. ثم عرفتها على زوجاتي الثلاث، وعرفتها أولا على زوجتي الأولى، وفي النهاية قلت لزوجتي الثالثة أن توصلها إلى غرفتي، فأوصلتها، وبقيت أنا في الخارج أدخن لا أدري لماذا لم تكن لدي الجرأة على دخول الغرفة. فزوجاتي الثلاث كن صاحبات خلق ودين، وهذه الفتاة لم أكن أول رجل في حياتها، ولم يكن من السهل قبولها زوجة، لكن من أجل الذرية كنت مستعدا لابتلاع كأس مرة. دخلت الغرفة بعدما رتبت فراشي، فوجدتها قد نامت نوما عميقا. كانت صغيرة السن جدا. صحيح أنني تزوجت أكثر من مرة، لكن لم تكن أي واحدة من زوجاتي بهذا العمر الصغير، فلم أوقظها، ونمت أنا أيضا. وعندما استيقظت في الصباح وجدتها تنظر إلي بدهشة كبيرة، ربما لأنني لم أتحدث معها في الليل، فنهضت وقلت لها أن تتناول الفطور لأنها لم تأكل جيدا في الليلة الماضية. ثم خرجت من الغرفة، وبعد قليل خرجت هي أيضا وتناولت الفطور مع زوجاتي الأخريات. وكانت عادتي أن أحرص على إطعام زوجاتي بيدي واحدة تلو الأخرى، وكنت دائما ألتزم بالعدل. وخلال أيام لم أقم مع حسين بأي علاقة جسدية، بل اكتفيت بالكلام الطيب معها. وبعد أيام قالت لي:
يا سيدي، هل اشتريتني بكل هذا المال؟ فدهشت من كلامها وقلت: لماذا تقولين ذلك؟ أنا لم أشترك، بل تزوجتك. فقالت: كنت أظن أنك بعدما دفعت مبلغا كبيرا ستطالب بحقك في الليلة الأولى، لكنك تركتني أنام بسلام. فكاد الغضب أن يتملكني، لكنني تماسكت وقلت: أنت زوجتي ولست شيئا من السوق، فلا تكرري هذا الكلام. ولما رأت غضبي قالت: نحن اعتدنا على هذا الكلام، ولم أرى رجلا مثلك من قبل. اشتريتني ولم تستعملني. ثم انهمرت الدموع من عينيها وأرتني ذراعيها المحروقتين بآثار السجائر، فأغمضت عيني من شدة الألم وقالت: انظر ماذا فعلوا بي، لكنك مختلف عن الجميع. فقلت لها: أنت زوجتي، والله أمر بالإحسان إلى الزوجة، ورؤية جراحها كانت تمزق قلبي، فالظلم الذي تعرضت له فتاة في 18 كان قاسيا جدا. ومع مرور الوقت بدأت جراح حسين تلتئم وتغير أسلوب كلامها، وأصبحت تخاطبني باحترام. وبعد أشهر قليلة من زواجنا جاءتني البشرى التي دعوت الله كثيرا من أجلها، فقد كانت حاملا، ولم أصدق أذني، وسجدت لربي باكيا شكرا له. وخلال 9 أشهر اعتنيت بحسين عناية شديدة، ولم أدعها تنزل من السرير. وعندما اقترب وقت الولادة كنت أدور بقلق شديد خارج غرفة العمليات. ثم خرجت الطبيبة بوجه قلق وقالت: إن حالة زوجتك حرجة، ولا يمكننا إنقاذ إلا الأم أو الطفل. فطار عقلي، وأغمضت عيني وقلت: أنقذ الأم، فالطفل الله كفيل به. ودخلت الطبيبة وبكيت بحرقة، فلم أكن لأفكر في التضحية بحياة أحد من أجل رغبتي. وبعد قليل خرجت الطبيبة وقالت: الأم والطفل بخير، فغمرتني فرحة عظيمة. وعندما سلمتني الممرضة طفلي ضممته إلى صدري وبكيت بشدة، فقد منحني ربي أعظم جزاء على صبري، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه كانت قصتنا اليوم. لا تنسوا الدعاء والاشتراك في القناة ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم.